Attention! Amok! وهنجيب اسرار الغوص ونرجع لحضراتكم. تعالوا. Attention! Amok! والله الدايفنج من اجمل الحاجات ممكن نعملها في حياتنا، يعني لان انت بتدخل عالم او مجال هو خارج المجال الطبيعي احنا عايشين فيه. يعني احنا بنقول دايما وانس يو جو اندر ووتر، وقت ما بتنزل تحت الميه على طول انت بتفضي كل المايند بتاعك من كل حاجه فوق وتفكر في حياه بسيطه جدا وسيمبل هي مع السمك والشعاب. فرياضه الغطس حاجه من اجمل الحاجات اللي بتخلينا ندخل في مود تاني في حياتنا، او بتخليك ريلاكس اكتر بدون ستريس وبدون تعقدات موجوده ومشاكل موجوده في الحياه الطبيعيه. يعني اللي ممكن نشوفه بقى لما ننزل ونغطس، بيقولوا في شعاب مرجانيه وحاجات جميله، عايزين نعرف. بص، احنا ربنا هنا في مصر عطانا حاجه من اجمل الحاجات اللي في العالم، وهي السمك والشعب. السمك عندنا من اكتر الاماكن اللي فيها كميه سمك كبير وباحجام كبيره جدا وانواع مختلفه برضو. الشعب يعتبر احنا ناس مصنفين عالميا من اكبر العشر محميات او من اجمل 10 محميات في العالم، هي محميه راس محمد. فيعني المفروض ان احنا عندنا ثقافه عاليه وثقافه اكتر من كده، احنا عندنا حاجات مش موجوده في العالم، ولكن لو سالت اي واحد في القاهره او في اسكندريه هيقول لك هي ايه شرم الشيخ، هي ايه البحر الاحمر، ايه الشعب والسمك. فبالتالي الميزه اللي عندنا والثروه اللي عندنا كبيره، ولكن غير مستغله بشكل كافي وبشكل صحيح. نستغلها ازاي بشكل صحيح؟ والله نستغلها ازاي، لازم نعمل ثقافه. احنا الثقافه عندنا جوه البلد اولا ضعيفه، زيرو. لازم نعمل ثقافه جوه مصر بطريقه اعلى، ان احنا عندنا حاجه اسمها دايفنج، عندنا بحرين مختلفين، البحر الاحمر والبحر المتوسط. لو بدانا ننمي السياحه او بننمي السياحه الترفيهيه للغطس جوه مصر، تقريبا احنا ممكن نعمل انكم داخل بلدنا اكتر ما نجيب ناس من بره. زائد طبعا الادفرتايز بره والاعلانات ونعرف الناس اكتر هي ايه السياحه وايه الغطس في شرم الشيخ. الحاجات دي ضعيفه، الادفرتايز والاعلانات لحد ما مش قويه في مصر، والمسؤولين مش مهتمين قوي بيها. طيب عايز اعرف منك برضو اكتر كمان عن التنافس في الغطس، بيبقى يعني البطولات بتتم ازاي، او التنافس بيبقى شكله ايه؟ التنافس في ريكريشن دايفنج مفيش، اولا لان ده غطس ترفيهي فالواحد بيجي عشان يستمتع بس. التنافس ممكن تلاقيه في حاجه اسمها الفري دايف، ودي موجود في انها احنا عندنا طبعا البلو هول في دهب، واحد من اشهر واكبر الاماكن اللي فيها تريننج للفري دايف. بتلاقي دايما سكول ومدارس وكلوبات كتيره بتيجي عشان تعمل في دهب تريننج. زائد البطولات اللي عندنا في الغردقه في الفري دايف تقريبا في بطوله واحده سنويا، ده تقريبا دي حاجه برضه يعتبر معدل ضعيف جدا في النمو، المفروض يبقى اكتر من كده بشويه. لازم التنافس والخبره ان احنا نقوي المنافسات في الفري دايف اعلى من كده بشويه. والله الناس الاجانب مبسوطين جدا، بحيث ان احنا ربنا وهب لنا البحر الاحمر ده، يعني من اجمل المناطق في العالم. ده يعتبر تاني احسن مكان بعد استراليا، بس الفرق بيننا وبينهم ان احنا هنا يعني ما شاء الله لما بتقرب من الشعب بتلاقي الريف على طول، انما هناك في استراليا بتضطر تخش بالمراكب جوه عشان تتفرج على الشعب والسمك. وعدد السمك اللي موجود عندنا هنا اكبر، لان في استراليا في الشاركس اللي هو ده هناك يعني صعب جدا. هنا الحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا كله سمك اليف كويس جدا. وممكن نشرك معانا مستر ويلي ده ويلكم دايفنج سنتر. شكرا. يعني عايز اعرف منه برضو كمان، هو اكيد يعني عنده منظور اخر للغطس، والناس كمان بالتاكيد هنا غير بره، وعنده اكيد في يعني حابب يقول كلام كتير للناس الموجودين اللي بييجوا يزوروا المكان والناس المسؤولين. Capo, cosa dici per persone qua? Quanti anni sei qua? Cosa sai problemi? Vuoi dire? Parliamo di questa tutti cosa.
No, noi abbiamo bisogno adesso che l'Egitto si sistemi politicamente per fare in modo che il turismo torni e per far vedere in Europa che questo è un paese tranquillo, come del resto lo è, però bisogna dare un segno forte all'Europa e quindi fare in modo che non succedano più incidenti e manifestazioni e cose del genere. مستر ويل اتكلم دلوقتي على الثوره وبيقول احنا عايزين مصر يعني بلدنا، هو بيعتبر نفسه مصري، هو ايطالي بيعتبر نفسه مصري لان هو دلوقتي بقى له 10 سنين هنا. بيقول نتمنى من الله ان مصر تهدى سياسيا وما يكونش في مشاكل والامن يرجع تاني عشان السياحه ترجع زي ما كانت الاول، لان احنا الحمد لله كنا مصنفين عالميا من اكبر الدول سياحه في العالم هنا في مصر قبل الثوره، بس بعد الثوره العمليه خفت شويه، فهو بيتمنى من الله ان مفيش مشاكل تحصل في القاهره ولا في التحرير يحصل مظاهرات تاني والعمليه تهدى وترجع زي الاول. وهو مبسوط هنا جدا في مصر، وبيقول لك السياح الطلاينه لما بيجوا هنا بينبهروا بجمال البحر الاحمر، لان هنا في البحر الاحمر في كميه شعاب مش موجوده في اماكن. في هنا عندنا احنا محميه راس محمد من احسن 10 اماكن في العالم، وجزيره تيران اللي هي جزيره تيران حوالينا هنا جزيره تيران. فبيقول لك احنا عايزين نحافظ على الشعاب المرجانيه، لان الشعب في شعب بتاخد مثلا عشان تكبر سنتي واحد تاخد سنه، وفي 7 سنين وفي 8 سنين. فحضرتك لو احنا دلوقتي دوسنا على الشعب المرجانيه دي بتموت، فاحنا لازم ما حدش يقرب من الشعب. احنا بنعرف الشعب المصري، الشعب المصري ما يعرفش حاجه اسمها غطس، لانه ما بيجيش، هو يسمع عن شرم الشيخ دي سياحه ترفيهيه، انا رايح شرم عشان العب في الميه، اركب باراسيلينج باراشوت، بس هو ما يعرفش الغطس. الغطس ده حاجه جميله جدا، وعايزين نعرف الغطس ده يعتبر سياحه ترفيهيه وسياحه ثقافيه. سياحه ثقافيه ازاي؟ ان انت بتنزل تحت الميه تتفرج على ايه الموجود تحت الميه. في حوالي 360 نوع من الشعب المرجانيه، وفي حوالي 430 نوع من السمك. اول حاجه لازم الصوت، في صوت شورت وفي صوت لونج، ده بحيث ان على حسب الميه سرعه الميه تحت الميه ايه رايك نمشي كده وتعرفنا حاجه حاجه؟ تمام. دي اول حاجه، ده الفنس، تمام، وده الروجليتر، ده اللي بتنفس منه، ده بيتركب في اسطوانه الاكسجين بتحس ان هو بتنفس الاكسجين زي الهواء اللي هو الطبيعي بالظبط. وده اللايف جاكيت، تمام، ده برضو بيتلبس لازما. وفي الماسك وفي السوت. دي المعدات كام؟ دي المعدات اللي لازم تلبس تحت الميه. في حاجات تانية بقى، اللي في معدات مختلفة، في ممكن لونج سوت، شورت سوت، في فنسات مختلفة، في فنس بيتلبس بشوز، في فنس بيتلبس من غير شوز، في ماسكات برضو مختلفة، في انواع كتيرة من انواع من معدات الغطس. Attention! Amok! يا سلام عليك يا مصر، نعمه ومتعه بجد. ربنا يحفظك يا مصر. ربنا يحفظك لمصر فعلا. شكرا لمراسلنا احمد الكاس، وحبينا نوري حضراتكم متعه البحر والشعب المرجانيه الجميله والرحلات السياحيه الرائعه اللي اي واحد بيروح في مثل هذه الشواطئ الساحره يتمتع بها تمتع كبير. اكيد بكلم دلوقتي كل الناطقين باللغه العربيه سواء المصريين او اشقائنا العرب في كل الوطن العربي الكبير. بقى سريع بين الاخبار الرياضيه، ببداها بهاتريك نادي الزمالك النهارده ما شاء الله. عمرو زكي جاب هاتريك، الزمالك فاز على فريق النهضه السعودي 4-2 في المباراه التي جرت بينهما النهارده، امام حضراتكم لقطات منها. في اعتزال ناصر المنصور تقدم النهضه مرتين في الدقيقه 19 والدقيقه 15 من الشوط الثاني، ورد الزمالك بثلاثيه في الدقائق 74 21 و18 من الشوط الثاني لعمرو زكي، وأضاف علاء علي للزمالك الهدف الرابع في الدقيقة 78. لاعبو الزمالك حملوا لافتة ضخمة قبل بداية المباراة للاعتذار للملك السعودي، كتب عليها طال عمرك الشعب المصري يحبك، لافتة طبعا في منتهى الجمال. الزمالك طبعا لعب الماتش ده بدون الكابتن حسن شحاتة اللي فضل البقاء في القاهرة لمناقشة الإدارة في ترتيبات وصفقات الموسم اللي جاي بإذن الله، وغاب طبعا شيكابالا وميدو بسبب خلافتهما مع الجهاز الفني
للفريق. عمرو زكي تألق بصورة رائعة.